Il n'a pas la qualité de physique judiciaire, mais il dispose de pouvoirs très importants. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيد المرسلين. هشام عشابي، النائب الثالث للكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لهيئة تفتيش الشغل. هذا اليوم كما يقال مناسبة شرط، هي الفرحة فرحتين: فرحة بتنظيم هذا اليوم الدراسي والعلمي، وفرحة بالقرار الأممي لصالح المغرب فيما يخص الحكم الذاتي للصحراء المغربية. هي مرحلة تاريخية بالنسبة للبلد، أما بالنسبة للجهاز فهي مرحلة تاريخية كذلك بمناسبة إعادة هيكلة أجهزة النقابة، حيث غدا إن شاء الله سنشرع في تجديد الهياكل وفي جمعنا العام الأول من نوعه بعد خلق النقابة المستقلة لهيئة تفتيش الشغل. وارتأينا في النقابة بمعية الإخوان أعضاء المكتب التنفيذي على ننظم يوم دراسي بهذا الصدد، حيث الملف الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وهو مراجعة النظام الأساسي للهيئة بما يتناسب مع متطلبات خصوصية المهنة. كما تعلمون هي مهنة منظمة بمعاهدات دولية وإقليمية، وهذا اليوم الدراسي جاء في هذا السياق، حيث كان الهدف هو استخلاص بعض التوصيات التي تساعدنا في اقتراح تحسين هذا الجهاز وعمله نظرا للأدوار الطلائعية التي يلعبها كما لا يخفى على أحد، وكذلك تساعدنا في جلب بعض التجارب الدولية والاستلهام منها. كما شاهدتم معنا طيلة اليوم كانت تجارب ممثلة بثلاث قارات، أخص بالذكر القارة اللاتينية أمريكا اللاتينية والقارة الأوروبية والقارة الإفريقية مع إخواننا من ساحل العاج. عامل مفتش الشغل وذلك بالتركيز على الجوانب النوعية بدل الاهتمام فقط بالأهداف الرقمية الإحصائية المجربة من الأطراف الفعالة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة. تنظيم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل على هامش المؤتمر الوطني الأول يوم الدراسي العلمي الدولي الثاني. طبعا هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تأكيد النقابة على خطها الجاد من الناحية العلمية أيضا، إضافة إلى ما تقوم به على المستوى النضالي والترافعي. فالنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل لم تكتفي بما هو نضالي ميداني ولا بما هو ترافعي، بالعكس بل هي تحاول من خلال مثل هذه الأنشطة العلمية الجادة العمل على ترسيخ صورة إن صح التعبير جديدة على جهاز تفتيش الشغل، بأنه جهاز مهتم أيضا بالإشكالات العلمية والعمل التي تطرحها الممارسة اليومية وتطرحها النصوص أيضا القانونية المؤطرة لعمل جهاز تفتيش الشغل ولا النصوص القانونية التي يراقبها مفتشي الشغل. بالتالي نحن الآن في هذه المحطة نجمع ولا يجتمع عشرات المفتشين من ربوع المملكة. طبعا هذا التنظيم ديال هذا اليوم الدراسي وهذا المؤتمر تزامنوا مع الإعلان الأممي على القرار بترسيخ اعتراف مغربية الصحراء. هذا القرار طبعا الذي نثمنه ونحن نعبر من خلاله عن فرحنا ونرسل آلاف تحايانا لأهلنا وإخوتنا وأحبابنا بالصحراء المغربية. نتمنى أن هذا الملتقى ولا هذا المؤتمر واليوم الدراسي يتكلل بالنجاح إن شاء الله تعالى من خلال التوصيات التي طرحها الإخوة الأساتذة مفتشي ومفتشات الشغل. وكذلك يوم غد سنكون على موعد مع تجديد القيادة أو الهياكل التنظيمية للنقابة من خلال انتخاب مكتب تنفيذي وطني جديد. señala algunas infracciones y se pone o la prescripción, la disposición, la advertencia. Mi nombre es Stefano Bellomo, insegno Derecho del Trabajo en la Universidad de Roma Sapienza y soy stato invitado en este congreso que ha sido una ocasión preciosa.
porque he encontrado un montón de experiencias profesionales sobre los mismos problemas de las inspecciones de trabajo que son comunes con relación a la exigencia de protección de los trabajadores. Ha sido un congreso muy bien organizado, extremadamente interesante, con una atmósfera más extremadamente amigable. Soy veramente agradecido por esta importante acogida y por esta importante ocasión de discusión.